وانت لينا يا بلدنا في الحب ده، مصر هي البداية والنهاية، وانت لينا يا بلدنا في. برحب بحضراتكم مرة تانية في يوم جديد وانطلاق المؤتمر العلمي بكلية الطب البيطري بعنوان الطب البديل والتكميلي من منظور جديد. المؤتمر كان بالاشتراك مع مجموعة من كليات الجامعة والمجتمع المدني. تفاصيل أكتر هنعرفها من ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني النهارده، أستاذ دكتور هبة عبد الرازق، رئيس قسم الفسيولوجي جامعة قناة السويس. دكتورة هبة أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. منورنا يا فندم، كل حضرتك طيب. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب بخير. عنوان المؤتمر كان الطب البديل والتكميلي من منظور جديد، فعايزين نعرف الأول يعني إيه الطب البديل والتكميلي، إيه المقصود بيها؟ نتكلم من الحكايه من الاول. بنقول ان كان زمان متعارف ان الطب البديل هو مجموعه الممارسات التي تتم لعلاج الامراض دون الطب الصحي او الطب اللي تحت اشراف طبيب. والممارسات دي كانت شعبيه وكانت منتشره جدا بين ثقافات كتيره لشعوب كتيره زي في الصين والهند وعندنا هنا في مصر. الممارسات ديت كان زمان بيقولوا ايه، لا ما تروحش لدكتور واستخدم الحاجات ديت هتخففك، هتبقى ده طب كويس. بديل. فده الطب البديل. جت منظمة الصحة العالمية سنة 2013 وعملت انطلاقة جديدة وغيرت المفهوم بتاع الطب البديل وسمته الطب التكميلي أو الطب التكاملي، لأن لا غنى لهذا الطب أو هذه الممارسات عن الطب الصحي الأساس. أو إن احنا نتجه للطبيب ونستخدم علاج طبي. ومن هنا ابتدت منظمة الصحة العالمية تنادي بإجراء أبحاث مكثفة في هذا القطاع للتحقق من أهميته وإبراز دوره علشان يستخدم جنبا إلى جنب مع الطب التقليدي. طيب كويس جدا جدا. فكان الهدف من اختيار العنوان ده هو ان انا الغي الجمله القديمه بتاعت الطب البديل ان هي ملهاش علاقه بالطب، لا انا بكمله وبخليه تكميل. طيب تاثير بقى الطب البديلي والتكميلي على الانتاج الحيواني طبعا احنا كلنا عارفين ان صحه الحيوان والانتاج الحيواني جزء لا يتجزأ من صحه الانسان، لان الانسان بيعتمد في غذائه على جزء كبير من قطاع الثروه الحيوانيه. فانا لما احافظ على صحه الثروه الحيوانيه واقدم منتج جيد، والمنتج الجيد دوت يتسنى ان انا ما استخدمش معاه عقاقير طبيه، ممكن استخدم معاه مكملات غذائيه قد تكون امنه وبالتالي هتكون امنه على صحه الانسان، فانا بدعم صحه الانسان بشكل غير مباشر. كويس، حلو جدا جدا. اهم بقى فعاليات المؤتمر اللي تم كان بعنوان الطب البديل والتكميلي من منظور جديد. طبعا بداية المؤتمر كان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، الأستاذة داليا منصور عميدة الكلية، الأستاذة الدكتورة رانيا أبو حطب وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تحت إشراف كامل من قسم الفسيولوجي بأعضاء هيئة التدريس فيه، وبالتعاون مع جمعية أهلية اسمها الطب النبوي للعلوم الطبية والطب التكميلي، اللي قامت بدعم المؤتمر دعم مادي كامل وشاركت فيه فعالياته. المؤتمر كان فيه مقدمة طبعا عن الطب التكميلي والطب البديل، وبعد كده حضرنا 2 من العلماء الواعدين، الأستاذ الدكتور وليد السيد كلية الصيدلة قسم الفيزياء، وقدم محاضرة قيمة جدا على استخدام تقنية النانو تكنولوجي في علاج الأمراض وعلاج الأمراض السرطانية تحديدا، وإزاي ممكن نطبق التقنية ديت على المكملات الغذائية والحاجات ديت عشان نستفيد منها استفادة قصوى. والدكتور تامر حسنين كلية الصيدلة قدم محاضرة قيمة جدا على التطبيقات المختلفة للنانو تكنولوجي وطرق تطبيقها واستخداماتها المختلفة بوجه عام. والمحاضرتين بصراحة لقوا صدى واسع جدا من الناس اللي كانت حاضرة. يعني كانت أهمية التعاون ده أو التكامل العلمي ده وإزاي بيؤثر على إثراء البحث العلمي. يعني المؤتمر طالع من كلية الطب البيطري، لكن عندي محاضرتين غاية في الأهمية من أساتذة أفاضل من كلية الصيدلة. قد إيه ده ممكن يكون مهم وإزاي بيتم التنسيق بينهم؟ طبعا احنا كلنا بنتكامل في جامعة قناة السويس تحديدا، طبعا اخدين على عاتقنا ان مفيش حد يقدر يعمل شغل ناجح لوحده، لازم نتكامل علشان نغطي جوانب الضعف المختلفة ونقدر نخرج بعمل جاد وكامل ومتكامل نقدر نخدم بيه مجتمعنا وبالتالي نخدم بيه وطننا.
احنا مجرد مثلا ما بتطرق الفكرة بنبتدي نعرضها على لجنة الدراسات عندنا في الكلية ووحدة خدمة المجتمع، وبنبدأ فورا بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبصراحة أول ما تواصلنا معاهم وقلنا لهم على الفكرة اللي عندنا وإن احنا محتاجين دعمهم علشان يعضدونا ويزودوا إثراء للمؤتمر بتاعنا، ما تأخروش خالص وقدموا لنا أحسن ما عندهم. التكامل دوت بيتناغم مع المنظومة كلها وبيخرج عمل جيد، يعني ده من وجهة نظري، واحنا دايما متعودين في الجامعة على كده. طيب ايه هي اهم الابحاث اللي نوقشت في المؤتمر؟ طبعا احنا كان عندنا في فعاليات المؤتمر بداية كان في 4 عروض تقديمية عرضهم باحثين من كلية العلوم ومن كلية الطب البيطري ومن كلية الصيدلة. الباحثين عرضوا أبحاث ليها علاقة بالطب التكميلي في علاج أمراض زي السرطان، في علاج أمراض طفيلية ومقاومة طفيليات، في تنمية الثروة السمكية. كمان كان في بحث على تنمية المناعة بواسطة الطب التكميلي، وده كان هدف في الفترة اللي فاتت، وخصوصا بعد الأزمات الصحية اللي مر بيها العالم من فاجعة كورونا وما ترتب عليها. فده كان ليه صدى كبير جدا ان احنا ازاي نقوي مناعتنا بحاجات ممكن تكون موجودة عندنا في البيت احنا مش اخدين بالنا منها، نجلكتابل، بس نوجه ان احنا نستخدمها استخدام آمن بشكل علمي صحيح. بعد كده تتابع في المؤتمر عرض ملصقات بحثية من معهد بحوث صحة الحيوان وكلية الطب البيطري وكلية العلوم والكليات المختلفة. المؤتمر اللي كانت بصراحة لجنة هائلة ورائعة، شرفنا فيها الأستاذة الدكتورة ماهو باشي رئيس قسم علم الحيوان بكلية العلوم، الأستاذ الدكتور سمير الريس أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، شرفنا فيها الأستاذة الدكتورة نشوى اسماعيل مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، الأستاذة الدكتورة فاطمة يوسف المدير الفني لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، الأستاذة الدكتورة وفاء عبد الفتاح مدير القطاع الداجني في معهد بحوث صحة الحيوان. كمان شرفنا نخبة كبيرة من أساتذتنا في الكلية وعلماء الكلية، الأستاذ الدكتور عبد المنعم المليجي أستاذ ورئيس قسم الباثولوجي، شرفنا الأستاذ الدكتور عبد الحميد كامل أستاذ الخلية والأنسجة، شرفتنا الأستاذة الدكتورة عبير جعفر أستاذ ورئيس قسم الكيمياء الحيوي، والأستاذة الدكتورة أمنية الكيلاني أستاذ ورئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية في الكلية. طبعا حضراتهم تناقشوا مع الباحثين في الأبحاث وخرجوا بتوصيات جميلة جدا خلصنا ليها في نهاية المؤتمر. طيب دكتور، المؤتمر كمان زي ما حضرتك كنت لسه بتقولي تميز بوجود جمع من الأطباء البيطريين كمان على مستوى الجامعات المصرية، إضافة إلى نقطة مهمة جدا هي جمعيات بيطرية تابعة للمجتمع المدني. دايما بيكون في تعاون جامعة قناة السويس وبين المجتمع المدني في كل المجالات، لكن في هذا المجال تحديدا أهمية التعاون الجامعة عفوا مع الجمعيات الأهلية البيطرية في هذه الجزئية، ودور الجمعيات دي في دعم الثروة الحيوانية في المجتمع. طبعا الجمعيات الأهلية ديت طبعا هي جمعيات غير نفعية بتقدم دعم كبير للبحث العلمي. يعني الجمعية بتاعتنا اللي كانت مدعمانا قدمت فند كبير وعرضت منتجاتها وقدمت فند مجاني للأبحاث اللي ممكن تقام على أرض الواقع على المنتجات ديت كتدعيم للدور ده. وزي ما حضرتك قلت دايما جامعة قناة السويس بتهتم بالمجتمع المحلي علشان ننميه. فبما ان الجمعيات الأهلية جمعيات بتفيد المجتمع فلازم نمد ايدينا ويبقى في أواصر تعاون بيننا وبين بعض علشان نقدر نخدم المجتمع المحلي بشكل كويس. طيب دايما الشباب هم الاساس في كل شيء، يمكن المؤتمر كمان كان فيه فرصه لتشجيع ومشاركه شباب الباحثين وكان لهم دور بارز ومؤثر في الاعداد للمؤتمر. المشاركه الشبابيه كانت اخبارها ايه؟ المشاركه الشبابيه كانت هايله جدا. انا عايزه اقول لحضرتك ان اولا كان منظمين المؤتمر معايا كانوا مجموعه من الشباب طلاب الكليه، كانوا هائلين واكثر من رائعين، ولما اخذنا الفيدباك من الناس الحضور قالوا فعلا ادوا اداء ممتاز جدا. دي البدايه. كان معانا شباب باحثين من الكليات المختلفه، كليه زراعه، كليه علوم، كليه صيدله، كليه طب، كليه طب بيطري، وكلهم كانوا جايين علشان يناقشوا بحوثهم ويتعرفوا على الجديد في المجال ويتعرفوا على الباحثين زمايلهم علشان يبداوا بقى يمدوا ايديهم لبعض ويعملوا تعاون بحثي مثمر بناء يفيد المجتمع ويفيد الكليات بعد كده. طيب حلو جدا جدا. اهم التوصيات بقى اللي خرج بيها المؤتمر؟
المؤتمر طبعا من أهم التوصيات اللي خرج بيها، وأول توصية خرج بيها التأكيد والشد على أن الطب التكميلي أو الطب التكاملي لا يجب استخدامه إلا تحت إشراف طبي كامل. كويس. ما ينفعش حد يستخدم الطب التكميلي لوحده كده. دي أول حاجة. تاني حاجة، خرج المؤتمر بتوصية ومناشدة للجهات المعنية بسن التشريعات والقوانين اللازمة للحد من الاستخدام الغير آمن من الطب التكميلي. وطبعا احنا كلنا كنا عارفين ان في جهات كتير كانت بتدعي انها تقدر تعالج بالأعشاب وخلاف ذلك دون ترخيص، دون اي اشراف طبي. فاحنا شدينا جدا على النقطة دي، ان لازم يبقى في تشريعات وريجوليشنز وتصاريح، والحاجات دي ما تطلعش للناس إلا تحت إشراف طبي كامل، ولازم تكون مقننة بشكل جيد. كويس. من التوصيات برضو اللي خرجنا فيها من المؤتمر ان احنا لازم نجري المزيد من الابحاث على المكملات الغذائية والحاجات اللي ليها علاقة بالطب التكميلي لتفعيل وتأكيد دورها. التوصية الاخيرة بقى اللي خرجنا بيها ان احنا كان لازم ان احنا نعمل أبحاث مكثفة على الآثار الجانبية لهذه المكملات أو هذا الطب التكميلي، عشان نوجه صرخة للمجتمع. نقول يا جماعة لو سمحتوا الحاجات دي تستخدم بمقدار مقنن، ما ينفعش نحيد عنه، ما ينفعش نخرج عن إشراف طبي علشان ما يحصل لناش تأثيرات عكسية تودي بصحتنا أو تودي بحياتنا. صحيح، مهم جدا. النقطة الأخيرة دي كان غاية في الأهمية. طيب يمكن يعني أخيرا، في علاقة دايما وثيقة بين صحة الإنسان وبين سلامة الغذاء سواء النباتي أو الحيواني. الجامعة دايما بتساهم، متمثلة في كلية الطب البيطري وتخصص حضرتك تحديدا، في تحقيق ذلك من خلال حملات توعية، دورات توعوية، بأحدث الأبحاث اللي بتنزلوا للمزارع البسيط، بتنزلوا للمربي. اخبار النقطه دي ايه؟ لان هي مهمه جدا. انا اقدر اقول لحضرتك ان قطاع خدمه المجتمع عندنا شغال على النقطه دي كويس قوي. في قوافل طبيه بتخرج تحت اشراف عميده الكليه ووكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه، طبعا تحت اشراف القطاع الرئيسي في الجامعه. القوافل ديت بتخرج للمزارعين في بلدانهم وقراهم، بتعالج الحيوانات، بتقدم لهم الوعي وبتقدم لهم الدعم الطبي البيطري، وبتقدم لهم دعم ثقافي كمان لنشر ثقافة الغذاء الآمن. لأن زي ما احنا عارفين مشكلة مصر في الثروة الحيوانية إن معظم رؤوس الثروة الحيوانية موجودة عند المزارعين في بيوتهم وفي قراهم. مفيش قطاع أو لارج سكيل أو مجال كبير لتربية الثروة الحيوانية زي ما هو موجود في بلدان تانية. يعني الحكاية دي مقننة. فاحنا آمنا بالنقطة ديت، وعشان كده بنحاول نوجه دعمنا للناس دول ونمدلنا ايديهم علشان نمدلهم ايدينا علشان يقدروا ان هم يتعاملوا بشكل جيد، ياخدوا ماكسيمم بينيفيت او فايدة عظمى من الحيوان اللي عندهم، ويحققوا انتاجية كويسة تفيد المجتمع على المستوى الواسع. هل في خطط مستقبلية لحاجات زي كده او لتعاون مع مؤسسات مجتمع مدني مختلفة عشان نزود التوعية في الجزئية دي؟ طبعا احنا يعني بنمد ايدينا لكل الجمعيات وكل الهيئات اللي ممكن تسعى او تصبو الى ذلك، وبنعمل تعاونات معاها في صورة مؤتمرات، ندوات، وممكن بننزل للفيلد في مكان الناس، في المجال او في الحقل نفسه لمجال الناس، بنروح لهم لغاية عندهم. فما عندناش اي مانع للتعاون مع اي جهة في هذا المجال، وعندنا خطة استراتيجية مقسمينها مجدولينها بشكل زمني للتعامل مع النقطة دي. كويس، حلو قوي. يعني احنا خلاص اهو داخلين على بداية اغسطس والعام الدراسي، يعني شهر ونص، شهرين. ايه الاستعدادات اللي بتتم في الكلية تحديدا عندكم لاستقبال العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب الجدد كمان؟ طبعا احنا من دلوقتي بنبدا ان احنا عندنا طبعا الكورسات الصيفيه دلوقتي، لان احنا غيرنا نظام لائحه الكليه، بقت ساعات معتمده. فعندنا كورسات صيفيه، فاحنا لسه شغالين. بالنسبه لابنائنا من الطلاب الجدد، عميده الكليه عملت حلقات تلفزيونية وحلقات إعلانية للتعريف بدور الكلية وأهميتها وأهمية الطب البيطري في القطاع الصحي، لأنه حاليا الطب البيطري انضم للقطاع الصحي. تعريف أبنائنا الطلاب بأهمية الكلية، بنظام الكلية، بالمجالات اللي ممكن تأهل طالب الطب البيطري بعد كده إن هو يتقلدها أو ممكن يشتغل إيه.
بالاضافه لان احنا بنبتدي طبعا بتجهيز المعامل، بتجهيز المباني، بتجهيز الادوات التعليميه في الكليه استعدادا لاستقبال ابنائنا من الطلاب الجدد. اتمنى لكم طبعا التوفيق يا دكتور، كل الشكر لحضرتك ولفريق الباحثين اللي كانوا في المؤتمر، سواء من الشباب او من الاساتذه الافاضل من الكليه عند حضراتكم او من مشاركين من كليات اخرى. شكرا جزيلا، استفدنا جدا من وجود حضرتك معانا النهارده دكتور هبه. شكرا جزيلا. كان معانا استاذ دكتور هبه عبد الرازق رئيس قسم فسيولوجي بجامعه قناه السويس. شكرا جزيلا يا فندم، نورتينا. شكرا. هنطلع لفاصل قصير ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.